بما ان ناس كتير جدا طلبت ان احنا نستعرض لكم فنادق اسكندريه، فالنهارده احنا موجودين في اسكندريه علشان خاطر نوريكم ارخص فنادق مطله على البحر. فتعالوا مع بعض نشوف اول فندق، فندق كليوباترا، وهو مباشر على البحر على طول. فخلينا نشوف الغرفه. حاجه غريبه جدا بقى، يعني انا اما انا اخدت مفتاح وكده انا لقيت الباب مفتوح، فقلت يعني بيحاول ان هو يفتح نفسي بقى على المكان، بس الباب مفتوح اعتقد لسبب تاني. هو حاطط الكومودينو هنا وفاتح الباب، باب كده كده ما بيقفلش، يعني الباب كده ما بيقفلش. ف وبقى قافل الباب ازاي؟ يعني الحل الوحيد بقى ان انت نعمل ده كده عشان نعرف نقفل الباب، بس كده نقدر نقفل الباب بسهوله. مبدئيا هي الغرفه مش اكبر حاجه، يعني غرفه عاديه، ما اقدرش اقول صغيره لان انا شفت غرف اصغر من كده. هنا الحاجه اللي انا ملاحظها قوي ان الخشب او الموبيليا بتاعه المكان هي مش اقدم حاجه مقارنه بالحاجات اللي احنا شفناها قبل كده، اقدر ان انا اتعايش معاها. هو السريرين اعتقد قريبين من بعض قوي اكتر من اللازم، يعني المفروض ان هم يكونوا بعيد عن بعض شويه. طبعا ميني بار، حاطط لك ميني بار، والدولاب اللي هو المدفون في الحيطه زي اغلب الدواليب بتاعت المحافظات الساحليه، ده اللي لحد دلوقتي انا اعتقد كده. يعني نشوف الحمام مع بعض، تعالوا نشوف. الحمام صغير جدا جدا، يعني حمام صغير قوي. طبعا الاضاءه برضو الكهرباء، انا اعتقد ان هم عندهم مشكله في الكهرباء، في ان الحاجات الكهربائيه قديمه قوي، المفروض تتجدد عن كده. بس هي اوكي، يعني انا تمام برضو، مش ازمه كبيره، بس يعني كومنت كنت لازم اقوله. طبعا حوض وتويلت وكده، مساحه مثلا التويلت هنا ودي وفكره اصلا ان انا اروح للشاور، مسافه ان انت تروح للشاور، يعني انا بغسل ايديا عادي وعايز مثلا ان انا اروح اخد دش، فهو الموضوع فيه صعوبه في الحركه، مكان ضيق. انا بعاني عشان خاطر ان انا اخد دش واقف. ممكن انا معلش عشان انا طويل شويه فالطول مش ظابط، لكن يعني المكان ضيق، يعني الحته دي ضيقه شويه، المفروض تبقى اكبر من كده حبه، بس اوكي. ولكن المرتبه شكلها مشجع، اعتقد المرتبه يعني حلوه والمخده كويسه كمان. فخلينا نشوف كده المرتبه. المخده جميله جدا، المخده حلوه قوي قوي على فكره، بس المرتبه تحس انها يعني مش، يعني تحس انها صغيره، يمكن عشان انا تقيل شويه فحاسس انها صغيره عليا، صغيره يعني كثافتها صغيره، يعني تحس ان انت قريب من الخشب قوي. هنا برضو موجود ميني بار ماركه بيكو، يعني شغال كويس، والحجم حجمه كويس، حجم ميني بار كويس، وال سي دي سكرين ماركه بلوتو. انا ما عنديش تعليق قوي على فكره حجم السكرين وكده، لان المسافه بين السرير والسكرين مش بعيده قوي، بس هي انت ليه تحطها هنا؟ هو كان اسهل حاجه ليه ان هو لو حطها هنا، بحيث ان انا لو انا نايم على السرير اقدر ان انا ابقى نايم وانا بتفرج كده. ازاي طيب؟ يعني مش عارف. فكان افضل حل ان هم يخلوها هنا، بحيث ان الاثنين اللي نايمين على السرير يقدروا يشوفوا التلفزيون وهم مرتاحين. تعالوا بقى نشوف الفيو عامل ازاي. بصوا، هو انا اكتر حاجات بحبها في فنادق اسكندريه عموما هو الفيو، يعني من اجمل الفنادق اللي انت تقدر تنزل فيها في محافظات مصر فنادق اسكندريه مطله على البحر، لانك انت تبقى شايف البحر بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه دوت، ومستمتع بقى بالفيو، وان انت تقدر تقعد بقى هنا تاخد كوبايه شاي، تاخد كوبايه قهوه، وتقضي وقت حلو. طيب، ايجابيات وسلبيات المكان. الايجابيات ان الفندق من افضل الاماكن اللي تقدر تنزل فيها وتبقى مطل على البحر على طول، شايف البحر، المنظر على البحر تحفه. الفندق كموبيليا مش قديم قوي مقارنه بالفنادق اللي احنا زرناها قبل كده والحاجات اللي احنا بنشوفها. الملايات نظيفه، اكياس المخدات نظيفه، فدي نقطه برضو تتحسب لهم. السلبيات اعتقد ان هو الاوضه محتاجين يهتموا بالحاجات الكهربائيه اللي فيها، اللي هي الاضاءات المفروض تبقى اجدد من كده شويه. سعر غرفه هنا دبل بالفطار 600 جنيه. كده خلصنا، نروح المكان التاني. وبما اننا مكملين تصوير ارخص فنادق في اسكندريه، فكان لازم نوصل عند فندق مكه، وده يعتبر من اقدم الفنادق في اسكندريه. خلونا نشوف الغرفه. لحد دلوقتي الرؤيه العامه انا حاسسها منظمه، سرير جنبيه 2 كومودينو، ده اعتقد ده الدولاب، يعني هنا الدولاب مش جوه الحيطه او مش منفصل او كده، ف شكله نظيف، حاطط لك شماعات جوه، يعني في شويه ديتيلز بسيطه ولكن في نظام. انا ده اللي انا شايفه. هنا 3 كراسي شكلهم زي بعض، وحاطط لك فوط. برده ما دخلنا الفندق اللي قبل كده ما كانش فيه فوط موجوده، يعني كان ممكن، هو طبيعي ان انت ممكن تطلب او كده، بس هي فكره ان انت تخش تلاقي اوريدي موجوده في الغرفه، مش محتاج ان انت تطلب. فدي برده حاجه كويسه. مفرش السرير هم حاطينها، مش عارف عاملينها ازاي، بس مفرش السرير متناسق مع شكل الكراسي،
يعني دي حاجه حلوه، حاجه تحس ان يعني انا حاسس براحه، حاسس براحه نفسيه. انا مش عارف ده ايه صراحه، بس اعتقد راديو او حاجه زي كده، ماركه فيليبس. بصوا يا جماعه، هي نقطه كده عن فنادق اسكندريه انت بتحس فيها بالجو الكلاسيكي، وحاطط لك برده مكان عشان خاطر تحط الشنط بتاعتك عليه. الموبيليا هنا شكلها مش قديم، المرتبه لحد دلوقتي ايه يعني كويسه طريه، وتحسها يعني ريتش شويه. خلونا نجرب بقى المخدات. لا المخده مريحه، المخده مريحه بجد. كده في حاجتين ايجابيتين، وهي ان المخده والمرتبه الاثنين مريحين. طبعا برضو هنا عندك ميني بار كبير، اعتقد يعني اكبر من اللي شفناه قبل كده، ماركه اوشن. تلفزيون كبير ومقاسه 32 بوصه اعتقد، مش زي التلفزيون اللي احنا شفناه في الفندق اللي قبل كده، كان صغير نسبيا، فدي حاجه نقطه ايجابيه. وبرضو موجود في النص، يعني بحيث اللي نايم هنا لو شخصين يقدروا يشوفوه بكل سهوله. تعالوا بقى نشوف الحمام. طبعا الحمام هو صغير نسبيا، ولكن هنا الرخام لو لاحظتوا تحس ان الرخام بتاعه متجدد، هو صغير شويه بس مش قديم. طبعا حوض وهنا شاور وتويلت. من رؤيتي انا شخصيا حاسس ان الحمام مريح، يعني مريح شويه، مش ما تحسش ان هو قديم يعني. كده شفنا غرفه، تعالوا نشوف الفيو. يمكن لحد دلوقتي بيتهيألي ده افضل فيو ممكن انا اخده في اسكندريه. المنظر عريض جدا ان انت تشوف البحر من اوله لاخره، يعني انت اعتقد من هناك عينيك تقدر تجيب القلعه، وهنا انت شايف برضو اخر الكورنيش. 100% فيو رائع. بالايجابيات والسلبيات. بالنسبه لي الايجابيات هي ان منظر البحر هنا خيالي، المنظر بانوراما، الاوضه جديده جدا جدا منظمه، الدنيا مترتبه فيها، الحمام متجدد. سعر الغرفه هنا هو 750 جنيه الغرفه الدبل بالفطار. السلبيات ما اقدرش اقول ان في سلبيات انا شفتها، لان الاوضه كانت مريحاني نفسيا، ولكن لو هنقول ان في سلبيات فهي جزئيه بسيطه، ان الحمام ضيق شويه بس مش عامل لي ازعاج. خلصنا هنا نطلع على فندق الحرم، اخر فندق معانا. دلوقتي موجودين في اسكندريه عند فندق الحرم، فتعالوا مع بعض نشوف الغرفه من جوه. اول حاجه احنا عندنا الحمام على الشمال، هنرجع له بعد شويه. طيب هو الرؤيه كده المبدئيه، الغرفه غرفه كلاسيكيه عادي. الموبيليا بتحس انها يعني اللون البني دوت، تحس انها كلاسيكيه شويه، تحس انها قديمه حبتين، بس هو ده اغلب ستايل الفنادق اللي موجوده في اسكندريه، بيبقى واخد الطابع ده عموما. المرتبه زي ما قلت لكم اهم حاجه بالنسبه لي. عايزين نجرب. هنا بقى في حاجه مختلفه، المرتبه كويسه جدا جدا، لكن المخده مش افضل حاجه. عندك الدولاب مدفون، الدولاب نظيف من جوه، وحاطط لك فوق بطانيه عشان مثلا لو بالليل سقعت او حاجه تقدر انت تغطى ببطانيه، بس مش عارف في الصيف اذا كنت محتاج بطانيه تتغطى بيها ولا لا، مش عارف. طبعا عندنا هنا التلفزيون قديم شويه، وانا بستلم من عندهم المفتاح من تحت، قال لي ان هو هيجدد التلفزيونات، فما تاخدش فكره سلبيه عن التلفزيونات. هنشوف، ده بقى فيديو معمول في شهر 6 اللي يجي بقى، لو حد جه بعد كده يبقى يكتب لنا في الكومنتات. ده ميني بار، شكله جديد شويه، اعتقد الشكل ده مش قديم، وفي ثلج من جوه، ده معناه ان هو بيسقع كويس. نشوف الحمام. طيب هو الحمام سيمبل خالص، ما فيهوش حاجه يعني، بس هو في شويه حاجات غريبه صراحه. يعني الحاجات اللي فوق ديت اعتقد كان من الذكاء ان هم لو داروها، يعني ما تبقاش ظاهره كده، لان شكلها الجمالي مش افضل حاجه. هنا طبعا التويليت والشفاط، وده حبل عشان لو عايزين مثلا حد غسل حاجه وعايز ينشرها. تعالوا بقى نشوف الفيو. قبل الفيو هو هنا حاطط لك كرسيين وترابيزه، بحيث ان انت لو طلبت الفطار او حاجه تقدر ان انت تفطر هنا الصبح مع جو البحر والقصه الجميله. هو المفروض الغرفه اللي احنا فيها غرفه ثمنها 650 جنيه بفيو جانبي، يعني بفيو على البحر جانبي. فانا من وجهه نظري ان انا شايف البحر بشكل كامل، يعني هو انا مش قدامه على طول زي الغرف الاماميه. الغرف الاماميه هو قال لي تقريبا سعرها ممكن يبقى 800 جنيه او 850 حاجه زي كده، بس انا بالنسبه لي مثلا غرفه زي كده دي مريحه، انا مش محتاج الفيو الامامي قوي، لان انا اوريدي شايف البحر. ايجابيات وسلبيات الفندق. بالنسبه للايجابيات، انا شايف ان اجمل حاجه في الفندق ان هو على البحر مباشره، وان انت تقدر تشوف البحر بكل سهوله، وقريب جدا من البحر لو عايز ان انت تروح تقعد او تنزل البحر او اي حاجه. السلبيات زي ما شفنا مثلا في الحمام محتاج ان هو يتجدد شويه، او محتاج ان هو تدارى العيوب او تدارى المواسير اللي ظاهره، فدي السلبيات بتاعت الغرفه. انا ما عنديش تعليق تاني غير كده. يعني كده خلصنا الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شفنا ارخص 3 فنادق مطله على البحر. بالنسبه لي انا كتقييمهم، لو انا هقيمهم فهيبقى اول واحد هو فندق مكه، بعد كده فندق كليوباترا، بعد كده فندق الحرم. اكتبوا اقتراحاتكم في الكومنتات ايه المدن الثانيه اللي انتوا تحبوا تشوفوها، وانتظروا فيديو جاي من اسكندريه برده مع واحد من افخم الفنادق في اسكندريه.
واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.